اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب. بسم الله بسم الله بسم الله. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي التعليم الجديد 2026. طبعا دفعة 26 مقرر عليك طبعا في النحو في ثالثة إعدادي الترم الأولاني أو الفصل الدراسي الأول اللي هو المنادى. كلامنا على الجزء الأولاني فيه اللي هو المنادى المعرب، وخدنا بالتحديد اللي هو المنادى المضاف، قدرنا نعرف يعني ايه منادى مضاف. النهارده بقى حته جديده، المنادى الشبيه بالمضاف تحت المنادى المعرب. منادى الشبيه بالمضاف يا ابني وتركز فيه جدا، اللي هو اسم معرب يقع بعد ويتصل به ما يكمل معناه، ما يكمل معناه. مثال لما اقول يا عاملا، ننزل تحت بالسبوره بعد اذنكم عشان نبقى قريبين بس وتركزوا معايا. تمام، ركز معايا. يا عاملا في المصنع. طبعا العنوان يا ابني المنادى الشبيه بالمضاف، المنادى الشبيه بالمضاف. تنساش تشترك في قناة نسر اللغة العربية، تنشر الفيديو الأوسع نطاق لأن نشر العلم فيه خير كثير. يا عاملا في المصنع، يا مطيعا والديك، يا قائلات الحق، يا طالعين فوق الجبل. تمام، كلام محترم، كلام محترم. اولا ابن العزيز وركز جدا، المنادى الشبيه بالمضاف لازم يجي بعد جر ومجرور او ظرف مضاف اليه او ما يتم معناه المفعول به. ده رقم واحد. رقم اثنين، هو بيبقى منون او النون بتاع جمع المذكر السالم او المثنى موجود، عكس المضاف. المضاف لازم احذف النون واحذف التنوين، لكن الشبيه بالمضاف ما اقدرش احذف ايه؟ لا تنوين ولا اقدر احذف نون بتاع جمع المذكر السالم ولا المثنى. ده رقم واحد. منادى شبيه بالمضاف اول حاجه بينصب بالفتحه او ينصب بالكسره لو كان جمع مؤنث سالم، او ينصب بالياء لو كان مثنى او جمع مذكر سالم. تمام. منادى منصوب بالفتحه، منادى منصوب بالفتحه، منادى منصوب بالكسره، منادى منصوب بالياء. 100 100. نوعه شبيه بالمضاف، عرفته ازاي؟ جر ومجرور، ظرف مضاف، جاي بعد مفعول به، وديت هتاخدها في اولى ثانوي بتاع ثالثه اعدادي، هتاخد دي في اولى ثانوي. ده اسم فاعل مشتق بيعمل عمل الفعل. يا مطيع، مطيع انت والديك، والديك مفعول به لاسم الفاعل العامل. خلاص. قائلات الحق ايضا نفس الكلام، اسم فاعل يعمل عمل الفعل. المهم مش بتاعتك، بس انا بقول لك معلومه اضافيه من نسر اللغه العربيه. تمام. يبقى اذا قائلات هتبقى منادى برضه بس منصوب بالكسره، ده مؤنث سالم. نوعه شبيه بالمضاف، حكمه واجب النصب. تمام. لو تطرقنا للنوع الثالث اللي هو النكره غير المقصوده. النكره غير المقصوده اعرفها ازاي؟ بيجي بعديها، وركز جدا، بيجي بعدها جمله جديده خلص بس تكون منصوبه. سهل. النهارده اقول يا لاعبا اتقن الكره، يا قائدين أنتما الأمل، يا معلمات لكن التقدير. خلي بالك هي جايه بعدها جمله جديده على طول، سواء كانت جمله اسميه او جمله فعليه. لاعبا منادى منصوب بالفتحه، قائدين منادى منصوب بالياء، معلمات منادى منصوب بالكسر. سواء دي او دي او دي نكره غير مقصوده. ايه الفرق بين ده وده؟ دي بعد بيجي بعد جر ومجرور، دي بعد جمله جديده سواء جمله اسميه او جمله ايه فعليه. دي نوع شبيه بالمضاف، دي نوع نكره غير مقصوده. طيب حكم الاثنين سواء ده او ده، حكم الاثنين طبعا واجب النصب. يبقى حكم المنادى واجب النصب. اعداد واخراج نسر اللغه العربيه مستر محمد سمير سيد. وطبعا اتمنى من الله عز وجل ان انا اكون وضحت لك الفرق بين المنادى المضاف، الشبيه المضاف، النكره غير مقصوده. طبعا في نهايه الفيديو ما تنساش تشترك في قناه نسر اللغه العربيه،
تنشر الفيديو له على نطاق لنشر العلم فيه خير كثير. وبيكم أبناء الطلاب وبناتي الطالبات، يبقى قناة نسر اللغة العربية أكبر قناة على مستوى الجمهورية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.